السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا من داخل مصر وخارج مصر، حياة الريف المصري. أهلا بيكم أحلى متابعين. النهاردة هنشوف مشتريات الفلاحين ومشتريات الناس من التجار من سوق المحلة بمحافظة الغربية. يا جماعة نشوف المحلة النهاردة 18/3/2024. كل سنة وحضراتكم طيبين. ما شاء الله النهاردة الاثنين. النهارده معانا الشباب يا جماعه، شباب الجاموس، بسم الله ما شاء الله، عجميات الجاموس الانيه، او زي ما تقول عجلات الجاموس الانيه، النتايات اهي ما شاء الله. عمر سنه وثلاث شهور، بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الجمال، زي شايفين السوق بسم الله ما شاء الله. هنشوف النهارده الجاموس، هنشوف العجول الذكوره، البقر الانيه واللحم، هنشوف الغنم، هنشوف ان شاء الله تقرير مفصل. وتابعونا لنهايه الفيديو ان شاء الله. اتمنى ان هو يعجب حضراتكم. ما تنسوناش باللايك، ما تنسوناش بالاشتراك في القناه عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. العجله الجاموس دي زي ما حضراتكم شايفين بتاكل اهي، بسم الله ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله على الحلاوه. العجله دي يا جماعه عامله 33,700 ب 33,700، بسم الله ما شاء الله. العجله اللي قدام حضراتكم دي في الصوره عامله 23,000 ان شاء الله ديت، بسم الله ما شاء الله. الاثنين دول على بعض ب 56,000، الاثنين دول على بعض كده ب 56,000. اتفرجوا على الحلاوه، الاعمار من سنه لسنه واربع شهور ما شاء الله، من داخل سوق المحله الكبرى من المواشي يا جماعه ما شاء الله. نشوف برضه اللي هنشوف دلوقتي العجول البقر الانيه والعجول البقر اللحم، النتايات الجاموس، العجول الذكوره الجاموس ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الشابه دي ب 43,000 ما شاء الله. الشابه دي برضو يا جماعه ب 44,600، بسم الله ما شاء الله، عمر سنتين. اللي في النص ديت عامله 36,400 اللي في النص ما شاء الله. حاجه محترمه، حاجه جميله. اي واحده على الطواله من دول يا جماعه، من دول اي واحده منهم ب 33,500 تمام، ب 33,500. لا يا باشا بسم الله ما شاء الله. دول زي ما حضرتك شايفين دول عمر سنه، نتايات العمر سنه يا جماعه. دي ب 33,500 الواحده على 33,500 تمام ما شاء الله. دول دكارين بقر يا جماعه، دكارين بقر انيه ما شاء الله ب 64,800. دكارين بقر دول عجلين بقر دكارين ب 64,800 ما شاء الله. العجله من دي يا جماعه ب 31,000. العجله من العرض ده ما شاء الله ب 31,000. العجله في بعضها كده ب 31,000. عايز عجله، عايز عجلين مع المعلم عادل البلاصي تمام ب 31,000. كلهم نتايات زي ما حضراتكم شايفين، الجمال والحلاوه ما شاء الله تبارك الله. ب 31,000 في بعضه كده. بنتفرج حضراتكم على الجمال، بنتفرج حضراتكم على الحلاوه. الباقي بتاكل اهي، عجول شبعانه. العجول دي من 6 شهور يا جماعه، عمر 6 شهور تقريبا كده. دول دكارين برضو، عجلين ذكوره بقر هم يا جماعه 66,700. عجلين ذكوره همت ما شاء الله انيه 66,700. العجل البقر ده ما شاء الله ب 43,000. عجل البقر اللي قدام حضراتكم ده ب 43,000 تمام. العجل ده ب 43,000 بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا يا جماعه الحلاوه، 43,000 اهو ما شاء الله، ربنا يبارك. ما تنسوناش برضو باللايك يا جماعه، ادعمونا باللايك كده فضلا وليس امرا. حياه الريف المصري من داخل سوق المحله عشان يوصل لحضراتكم كل جديد ان شاء الله. اللحم النهارده يا جماعه، اللحم العجول الجاموس قايم، الذكوره اللحم الجاموس قايم النهارده ما شاء الله عامل 180 جنيه 180 جنيه. اللحم السوبر عامل 180 جنيه، والعجول البقر الذكوره اللحم السوبر عامل 190 جنيه، عامل 190 جنيه. لحم العجول الذكوره البقر السوبر النهارده 18/3/2024 تمام. الاسعار دي
زي ما بقول لحضراتكم، ب 180 اللحم الجاموس، ب 190 اللحم البقر الذكوره. ايه النتيان يا جماعه اللي هي العزبات اللي هي الشباب النتيان، تمام، في الجاموس ب 150 جنيه، تمام، وب 140 ب 150. في البقر ب 155 ب 160 اللي هي العزبات، تمام، اللي هي برضو الحتة السوبر، اللحم السوبر، برضو فاهمين الكلام حضراتكم يعني، اللحم السوبر، تمام. الجاموس الوالد يا جماعة، الجاموس الوالد مش كله برضو، في من 70,000 ل 90,000، في من 70,000 ل 90,000 الوالد، على حسب اللبن، على حسب الولدة اللي وراها، وزي كده ما حضراتكم شايفين. طبعا الافضل استثمار اللي هو العجول الصغيره ديت حضراتكم، بتجيب لك 5 حتت زي دول ولا 4 حتت زي دول ب 100 ب 120,000، تمام. السنه الجايه ما شاء الله بيعشروا الحته هتنقل معاك فوق ال 60,000، بتكسب ال 100% مكسب اكثر من 100%. لما تجيب لك حضرتك 4 حتت من دول او 5 حتت، الحته ب 30,000 مثلا، يبقى هتجيب 4 حتت ب 120,000. بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمهم. زي النهارده تكون حته عشر شهرين ولا 3، مش هتقل عن 60,000، فوق ال 60 كمان، يعني مكسب 100%. بسم الله ما شاء الله. هيصرفوا عليك ايه؟ مش هيصرفوا عليك 30,000 مكسب ولا 25,000 مكسب مصاريف، و30 ل 35,000 مكسب باذن الله، بالذات في الحته دي. واللي مش هتعشر هتتباع لحم، يعني برضو انت مش خسران لها حاجه. اللي مش هتعشر هتتباع لحم، تمام. اما الاربعه دول نص فدان برسيم هيكفيهم. وفي الصيف فدان تبن، هتجيب لهم فدان تبن وشويه علف وشويه كده، بتعدي بيهم بسم الله ما شاء الله، ربنا هيكرمك. لو زرعت لهم برضو نص فدان ضراوه في الصيف مش هيكلفوك حاجه باذن الله، مع شويه تبن مع شويه تعليقه، ربنا هيكرمك فيهم احلى كرم. ده افضل مشروع، سواء نوتي او سواء ذكوره. بس النوتي انا بفضل النوتي ليه؟ تكلفتها اقل من الذكوره. النتايه مش الذكر عايز علف، عايز بروتين عالي، بروتين كتير عشان ينقل معاك ويحول معاك. النتايه مش محتاجه. النتايه انت بتاكل خضره، بتاكل برسيم، بتاكلها برسيم، بتاكلها ضراوه، بتاكلها زي كده، وان شاء الله ايه بتعشر. اذا ما بتعشرش بتتك عليها شويه بالعلف، ربنا بيكرمك فيها برضه، بتتباع لحم. فافضل استثمار من وجهه نظري اللي هو النتيان، سواء ذكوره وسواء بقر او جاموس، زي ما حضراتكم شايفين كده، سواء بقر او جاموس، بتنقل معاك. اللي بتعشر ربنا بيكرمك فيها وبتنقل معاك نقله 100%. اللي بتجيبها ب 30 بتعدي 60,000. دي ذكوره زي ما حضرتك